ستتعجب إذا رأيت رؤية القرص في المنام. تعالوا نرى على ماذا يدل القرص في المنام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام. فهذا الفيديو يا حبايبي سأتحدث معكم على رؤية القرص في المنام، يعني ترى إنسان يقرصك أو يلدغك في المنام، دي على ماذا تدل؟ طبعا هنتكلم عن قرص الإنسان. لو حد كرسك في إيدك، أو حد كرسك في بطنك، أو كرسك في جبهتك، أو كرسك في المؤخرة بتاعتك، أو كرسك وخد جزء من اللحمة بتاعتك، أو لو حية كرستك أو عقرب. هنتكلم في هذا الفيديو. فبتمنى تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان كل شيء جديد يوصلكم. وأنا طبعا هتكلم معكم وهنبدأ أول رؤية معنا. إذا الإنسان رأى إن حد كرسة في إيده، دي بتدل على إيه؟ طبعا أي إنسان لو رأى إنسان بكرسة في إيده، فدي بيبقى معناها إن هذا الإنسان بيطمع فيه، يعني بيطمع في مال عنده، أو بيطمع يبقى عنده ولد زي ولد، أو زوجة زي جوزته، أو بيطمع في الجاه اللي عنده، أو بيطمع في إخواته. يعني عنده طمع من ناحيتهم ياخد أي حاجة، أو في أهله، يعني بيبقى معشم في أي حاجة من عنده، يعني بتمنى ياخد من ناحيتهم أي شيء يناسبهم، أو يتقرب ليهم، أو يشتغل عندهم. يعني إيه الرؤية بتوضح ذلك، والله أعلى وأعلى. تاني رؤية معنا، لو أنت رأيت في المنام إن حد بقرصك من بطنك. القرص في البطن برضو بيدل على إنسان بيطمع في مالك وولدك برضو، لأن البطن مكان الخزين اللي احنا الواحد بيدخر فيه كل شيء. احيانا البطن في علم التفسير بيدل على الاهل والاقارب، واحيانا بيدل على مال انت مخزننا في حياتك. فهنا لان ريحوا فيه اكلنا وتعبنا والدخر كله، فبيدل على ذلك. فالانسان لما يرى ذلك فمعناها هذا انسان بيطمع فيك، او في مالك، او في ولدك. والله اعلى واعلى. الرؤيا اللي بعد ذلك، إذا الإنسان رأى في المنام إن حد بيقرصه في الجبهة اللي هي جبهة الوجه، دي معناها إيه؟ إن إنسان الجبهة بتدل على جاه الإنسان وعلى مكانته وعلوه. فلما يرى إنسان بيقرصه في جهة، فدي معناها بيطمع في الجهة اللي عنده والأمور بتاعته اللي زي دي، وفي رفعته، فبيبقى عنده أمل في ذلك، فبتمنى من هذا الجاه. الرؤيا اللي بعد ذلك، لو إنسان رأى في المنام إن حد بكرسة في المؤخرة دي الخلف، ف... فدي معناها إيه؟ المؤخرة دي طبعا تدل على الزوجة في علم التفسير. مؤخرة الرجل تدل على الزوج. فلما واحد يكرسك في مؤخرتك، يعني عاوز إن هي اللي مخالفة، اللي وراك على طول. فمعناها بتطمع في الزوجة بتاعتك، عندها طمع من ناحيتها، أو نفسها في زوجتك، والله أعلى وأعلم، أو نفسها في واحدة مثلها، والله أعلى وأعلم. طيب القرص، لو إنسان رأى إن قرص إنسان وهو بقرص قرصة جامدة لدرجة قطع جزء من اللحمة بتاعته وطلع في إيده كده، دي معناها إيه يا حبايب قلبي؟ دي معناها إذا إنسان رأى هذه الرؤية، فدي بدل إن هذا الإنسان عاوز إيه؟ ياخد من ناحية مال. يعني يدل على أن هذا إنسان بيتمنى ياخد من ناحية، أو يتناول من ناحية أي شيء. والله أعلى وأعلم. والله أعلى وأعلم. أو لو رأى لإنسان إن حية أو عقرب كرسوه، فدي معناها إن هو كرس حية أو عقرب في المنام، فدي دال على مال. إن بس هذا المال الإنسان عنده طمع في هذا مال، يعني نفسه بينول مال من ناحية حد من الأقارب، لأن العقرب بيبقى من أقارب، والحياة برضو بتبقى ملازمة، حد ملازم ليك، فعنده طمع في مال من ناحيتهم. بس هذا المال فيه شبهة حرام، لأنه عقرب أو حية، يعني ودول ممنوع في الحقيقة. الإنسان يأكل من ناحيته، يأكل حية أو يأكل عقرب، محرم من الإنسان، فبيبقى فيه شبهة حرام، والله أعلى وأعلم. أو لكن بيبقى فيه مال. ليه؟ لأن السم اللي في العقرب أو السم اللي في الحية
في علم التأويل يا حبايب قلبي بأول بالميل، يعبر السم بميل، فهيجي ليه ميل. لو رأى انه بقرص حي او عقرب فمعناها في ميل هيجي من ناحيته، بس هذا الميل هيبقى فيه شبهة حرام، والله اعلى واعلم. بكتفي بهذا قدر عشان الفيديو مش يكون طويل عليكم. بتمنى اذا عجبكم الفيديو ان تعملوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.